بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. متهيألي لو حبينا نقول لقدس أبونا مينا إيه لسان حالك دلوقتي، عاوز تقول لنا إيه؟ فيقول الآية اللي قالها القديس بولس الرسول في رسالة تيموثاوس الثانية: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. أبونا مينا من الشخصيات الجميلة اللي الواحد عرفها في بداية خدمته، وساب أثر حلو قوي طول 25 سنة خدمة كهنوت. من 25 سنة سيدنا نيافة الأنبا دوماديوس وسيدنا الأنبا سؤدوسيوس بعتوني أنا وقدس أبونا مكاريوس عدلي للخدمة في مركز الصف، ووصلنا هناك في نوفمبر 1998 بعد رسمتنا تقريبا ب3 شهور أو حاجة زي كده يعني. وكان من الأول تخطيط سيدنا إن احنا نخدم في الصف. وصلنا أول يوم للخدمة كان لسه الكنيسة حاجة صغننة خالص كده، وملهاش أسوار، مفيهاش خدمات. كل اللي في الكنيسة قداس بيتعمل يوم الأربع، بيعملوا قدس أبونا مينا حنا في الكنيسة، وبعد كده الكنيسة تتقفل طول الأسبوع. استقبلنا أبونا مينا أول ما وصلنا البلد بأبوة وحفاوة ومحبة يعني منقطعة النظير. استقبلنا أنا وأبونا مكاريوس في بيته، ولقينا محبة كبيرة منه من أسرته، لدرجة من حفاوته ومحبته من أبوته نيمنا في قلب سريره، وراح هو نام مع أولاده في أوضة تانية، وكان برد طبعا. فحسينا قد إيه بمحبة قدس أبونا وأسرته وحفاوتهم لينا ككهنة لسه واصلين الصف. دي أبوة قدس أبونا مينا. والموضوع كأبوة ما وقفش عند الحتة دي بس، ولكن كان بيساندنا في الخدمة طول الوقت. وأنا يا دوبك كام أسبوع ونقلت للصف، خدت شقة وحطيت فيها عزاري وجبت زوجتي، وكان عندي بنت لسه ناردين عندها يا دوبك سنة، جبتها ورحت الصف. فأبونا كان معانا في الخطوات اللي أنا قلتها دي، هو أسرته، إنه يساعدني إن أنا ألاقي شقة، ويساعدني إن أنا في فرش الشقة، ويبقى دايما يوفر لي أي حاجة أنا محتاجها. وبعد كده الموضوع برضو ما ينقطعش، أبونا بيته مفتوح ليا ولزوجتي ولبنتي، هو وأسرته دايما كانوا هم دي عيلتنا اللي في الصف. يعني نخدم نتعب عاوزين نروح نتفسح عند أبونا مينا، دايما متواجدين بصفة مستمرة في بيت أبونا مينا، هو وزوجته وأولاده فرحانين بوجودنا، فرحانين بناردين بنتي، فرحانين بزوجتي. فبقت عيلتنا، هي دي عيلتنا اللي بقت في الصف، وما زالت لغاية النهاردة المشاعر الحلوة دي موجودة بيننا ما بينهم، حتى بعد ما سبت الصف وسيدنا بعتني أخدم في إمبابة، إنما فضلت الأبوة والمحبة والتواصل بيني وبين قدس أبونا مينا وبين أسرته لغاية اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. النقطة التانية اللي عاوز أتكلم عنها في أبونا مينا مش الأبوة بس، الغيرة. كان غيور على الخدمة بطريقة برضو محدش يتخيلها. فالنقطة برضو جميلة ان هو كان غيور قوي على خدمته وعلى الخدمة عموما وعلى الكنيسة بوجه عام، مش الكنيسة اللي في أسقر بس، إنما الكنيسة الأرثوذكسية بوجه عام كان غيور ومحب ليها جدا. أبونا مينا كان فيه صفة ثالثة حلوة قوي، أنا قلت الأبوة وقلت الغيرة. كان خلوقا، وأقصد بكلمة خلوق دي يعني إنسان مهذب جدا جدا جدا، وخلوق جدا جدا جدا، لدرجة إن لما اختلفنا على أسلوب الخدمة أو طريقة الخدمة، لقيت إنه دايما في غيابي أي حد يجيب سيرتي يقول لهم أبونا أثناسيوس ده شخص صاحب مبدأ، كاهن صاحب مبدأ.
فأنا عارف أبونا أثناسيوس بيفكر إزاي، وهو ما عندوش مصلحة شخصية، إنما هو عنده مبدأ الخدمة أولا. فلذلك أحببت هذا الأب الجميل قدس أبونا مينا، وأحببت أسرته أحبتنا جدا، وبقينا عيلة واحدة من 25 سنة لغاية اللحظة دي. وكنا في تواصل مستمر لغاية أيام مرضه الأخيرة ونياحته، نتواصل معاه ويتواصل معانا ويسأل عننا ويصلي لنا ويصلي لولادي. الحاجة الأخيرة إن أبونا مينا ثمرة تعبه في الصف وفي أسكر وفي الخط كله وفي الإبراشية كلها واضحة ملموسة عند كل فرد من أفراد الشعب ومن ولاده اللي بيحبوه. واضحة إن ربنا بارك له في أولاده وفي زوجته، فكان أولاده أيضا ثمرة مباركة مفرحة للقلب. إذا كان دكتور هاني ولا دكتورة هايدي ولا كريستين، كلهم ثمرة مباركة، ربنا بارك فيهم واداهم له كده وبارك له فيهم نتيجة تعبه ومحبته وخدمته. فبقول لأبونا مينا شكرا على كل حاجة عملتها معايا ككاهن كابن ليك، عملتها مع الكنيسة. شكرا على محبتك، شكرا على المبادئ اللي اتعلمتها منك في الفترة القصيرة اللي خدمت معاك فيها، اللي هي لا تتجاوز 3 سنين، ولكن الحقيقة كان ليك بصمة وليك تأثير حلو خالص. أبونا مينا دلوقتي السماء كلها بتقول له نعيما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل، أقيمك على الكثير، ادخل إلى فرح سيدك.